السلام عليكم اخوتي الرجاويين في قناه رجا نيوز. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. درت هذا الفيديو باش نهضروا على اخر اخبار مستجدات ديال الرجاء الرياضي، ولكن قبل ما نبدا، الى اول مره كنتي كتشوف هذه القناه خلي معك ديك ابوني وفعل الجرس باش يوصلك اي جديد، وما تنساش تخلي حتى لهذا الفيديو ليه لايك وتبارطاجيه مع صحابك باش يوصل لجميع الرجاويين، وما تنساش انت تخلي لنا الاراء ديالك في لي كومونتير. دابا نبدا معكم بخصوص واحد اللاعب اللي هو شمس الدين قنيدي اللي كيلعب في نادي مكناسي. راه كنعرفوه كاملين، هذا اللاعب اللي كيلعب في البطوله. قلت لكم هذا الخوت، هذا اللاعب في الفيديوهات اللي قبل انا الراجل مهتم به، ودابا نقدر نقول لكم رسميا الرجاء الرياضي تجيب هذا اللاعب. صافي الرجاء الرياضي جابت شمس الدين قنيدي، كاين اتفاق نهائي بين الرجاء وهذا اللاعب. كنت وفي انتظار نتسناوهم يعنوا في الصفحه الرسميه انهم تعاقدوا معه، والرجاء راه دفع قيمه الشرط الجزائي واتفق مع اللاعب على العقد. دابا اش بان لكم الخوت في اللاعب؟ انا بالنسبه ليا اللاعب اللي مزيان غيكون كاحتياطي الاظهره ديالنا، غيكون واقيلا على ما اظن كيلعب في جهه ديال بولكسوش، يمكن غيكون احتياطي. لاعب اللي مزيان الصراحه. وما تنساوش نتوما تخليو لنا الاراء ديالكم في لي كومونتير حول شمس الدين قنيديل. صراحه لاعب مزيان، ما عندنا ما نقولوا فيه. دابا دوينا على شمس الدين قنيديل وهذا الموضوع طرقناه، غندوز ندوي لكم على الدحماني. هاد اللاعب كثرت عليه فيديوهات بزاف، وفاش اول مره دويت عليه قلت لكم الراجل مهتم باللاعب وصيفطات العرض الاتحاد تواقع، والاتحاد تواقع رفضات. اليوم الراجل دارت مشات قدمت عرض الدحماني كبر من اللي قدمته من قبل، وكبر من العروض ديال الوداد والمغرب الفاسي، وموافقين الراجل على 20% من النسبه ديال البيع في المستقبل. ودابا باقي ما جامش الرد من الاتحاد توالقه. انا بالنسبه ليا الا كان هذا العرض مثلا 600 مليون او 500 مليون، راه الصراحه ما غنتقبلهاش. كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، ما غنتقبلهاش. لاعب بحال الدحماني كويري ومزيان، ولكن 500 مليون 600 مليون الدحماني عاوتاني راه بزاف. اللهم نمشي للبرتغال ولا اسبانيا ولا البرازيل ولا في افريقيا ونقدروا نلقاو جناح احسن من الدحماني وباقل تكلفه. واخا قلت هاد الهضره في الفيديو اللي قبل، ولكن نعاود نقولها، راه الدحماني ما يستاهلش ديك عاوتاني 600 مليون 700 مليون. وهذا الشيء اللي قلت لكم هو اللي كاين حاليا بخصوص اللاعب ديال الدحماني. ولا كانت شي حاجه جديده على اللاعب راه غندير لكم فيديو ونقول لكم اشنو كاين. شبان لكم اراك دابا لواحد اللاعب اللي دويت عليه البارح في الفيديو اللي هو مهراوي، انس مهراوي. كنعرفوه كاملين، كان كيلعب في نادي المكناسي، وعلى ما اظن دابا كيلعب في شي فريق من روسيا. قلت لكم هذا اللاعب راه كان محطوط في لائحه تعاقدات في الهجوم اللي بزاف، كاين اسماء من البرازيل البرتغال اسبانيا وحتى من المحليين. وقلت لكم ان الراجل راه مهتم بهذا اللاعب البارح وقدمات عرض، ووريتكم الاحصائيات وقلت لكم بانه اللاعب فاشل ما يستحقش يجي الراجا، وكنت كنتمنى توقع شي حاجه باش ما يوقعش. والحمد لله داكشي اللي بغيت هو اللي كان. الرجاء الرياضي صافي بحال ما بقاش مهتمه باللاعب، بقاوش قدموا لي عرض وحيدوا من ديك اللائحه ديال التعاقدات. صافي ترفض اللاعب، حتى شافوا اللاعب راه ماشي مزيان عاد هما حيدوه. الحمد لله ما وقعش هذا اللاعب، الحمد لله. والا وصلتوش لهنايا خليو معكم ديك لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وخليو لنا اراء ديالكم في لي كومونتير. ولا عرفتكم نيت بالله راكم وصلتوش لهنايا غتكتبوا لي في لي كومونتير ديما راجع. اما بخصوص البلان ديال التعاقدات راه من غير اللاعب اللي دويت لكم عليهم، الرجاء توصل الاتفاق مع مجموعه من اللاعبين، وغالبا غيتم الاعلان عليهم الاسبوع المقبل، وملي غيساليو من الاجراءات. اش بان لكم؟ دابا غنمشي ندوي لكم على البلان ديال مهدي الحرار اللي باقي ما دوا عليه حتى واحد. الرجاء الرياضي الخوت راه توصل العرض من الدوري السعودي بخصوص مهدي الحرار، ولكن الرجاء رفضات هذا العرض. بالنسبه لي مزيان داروا بحال هكا. اللاعب راه باقي عنده الخوت في العقد عام ويسالي العقد ديالو. انا كيبان ليا خاصنا نجدوا ليه من دابا. اللاعب مزيان وحارس اللي مزيان وعنده امكانيه باش يتطور، وباقي صغير في السن، ما خاصناش نفرطوا في مهدي الحرار. ومزيان ملي داروا هاد الخطوه خصو يبقى معانا. وهنايا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. هادو هما الاخبار اللي كانوا حاليا اللي حصريه وموثوقه. وما تنساوش نتوما تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يوصل للرجاويين كاملين، وديروا ابوني وفعلوا داك الجرس باش يوصلكم اي جديد، وديروا جيم الفيديو وخليوا لنا اراء ديالكم في لي كومونتير. تهلاو وديما راجا.